السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور أعظم نادي في الكون، جمهور النادي الأهلي. الفاسد المرتشي البجح وليد عبد الرازق، الحكم اللي حكم مباراة الأهلي والمصري، نزل بوست على صفحته في صورته ولابس لبس التحكيم، بيقول الإسماعيلية ما بتجيبش غير رجالة. ما أنت لو راجل صح كنت عرفت تحكم بنزاهة وشرف وضمير، يا معدوم الضمير. طالع بتستفز جمهور الأهلي، يعني أنت النهارده بتحاول تعمل فتنة. الراجل ده لازم يتحاسب يا جماعة. لو انتوا بصيتوا للمباراة بعد انتهائها، نظرة التربص والغل اللي في عينيه، حمدي فتحي واقف بيتكلم معاك بقى 3 4 دقايق وما فكرتش تديله انذار. ده لو انت بتتكلم من منطق او مبدأ الانذار الاعتراض، واقف بقاله معاك اكتر من 3 4 دقايق بيتكلم معاك. جه سيد عبد الحفيظ رحت مديله انذار، دخل عبد القادر ومتولي رحت مدي متولي انذار، ولسه متولي ما اتكلمش. طيب هو في ماتش اسوان ايه اللي حصل؟ في ماتش اسوان امين عمر الجمهور ضربه بالازايز وشتمه، واللعيبه اتلمت عليه واعترضت عليه، وما شفناش يعني سيل الانذارات ده. باينه قوي، باينه قوي قذوراتكم، باينه قوي ريحتكم النتنه طلعت، باينه قوي. كلب مكيالين، انتوا بتتحدوا 80% من الشعب المصري، 80% من البلد دي اهلاويه. انا مش عارف انتوا عايزين توصلوا الناس لحد فين. حكم فاسد وما اكتشفش بفساده، مش يستخبى، عمل الجريمه يستخبى، لا ازاي؟ عفوا يا جماعه، ما يستخباش، ينزل بوست يقول لك الاسماعيليه ما بتجيبش الا رجاله. هي دي الرجوله من وجهه نظرك؟ الرجوله من عندكم في وجهه نظركم انك تظلم وتفسد؟ الرجوله انك تقبض وتنفذ تعليمات؟ هي دي الرجوله؟ الرجوله ان واحد ياخد 20 غرزه في وشه وحكم الفار يندهلك، عبد العزيز السيد يندهلك يقول لك تعالى شوفها فيها ضربه جزاء، تقول لا مش هاجي، العب العب؟ دي الرجوله؟ ده مفهوم جديد للرجوله عندكم. الرجوله ان قفشه وياخد 25 غرزه وده مسيح قدامك وانت مش موجود. الرجوله ان يتداس على رجل محمد شريف قدام عينيك وانت مش موجود، دي الرجوله؟ مفهوم الرجوله اتغير بصراحه، مفهوم الرجوله اختلف، بس دي مش الرجوله، دي قله التربيه وقله الضمير، دي مش رجوله. وعموما لو مجلس الاداره بيسكت على كده، احنا مش هنسكت، احنا مش هنسكت. الرياضه اتسيست، النادي الاهلي مش للبيع، النادي الاهلي احنا في ظهره، مش هنسكت على كده كتير. طيب نقطه تانيه، الرابطه نزلت العقوبات بتاعت الجوله، 20,000 جنيه لجمهور الاهلي السبب الجماعي، و20,000 جنيه على النادي الاهلي اعتراض اللاعبين. في نفس المباراه ديت لعيبه المصري كانت بتشتم صالح سليم، ما خدوش عقوبات ليه؟ يعني خير. هي الرابطه تبع اتحاد الكوره، ولا الرابطه منظومه فساد جديده، ولا الرابطه هي فيوتشر، ولا بيراميدز جديده؟ ما عايزين نفهم احمد دياب ده قصته، لان بدا يبقى في حاجات مش مظبوطه. ماتش الزمالك واسوان الحكم اتحدف بالازاز من الجمهور ما تعاقبش. مباراه الزمالك في برج العرب الاستاد اتكسر ما تعاقبوش. لعيبه اعترضت ما فيش عقوبه وجت على النادي، وما فيش لعيب خد انذار عشان ما يلعبش ماتش القمه. امين عمر كان هيتضرب في الملعب، ما حدش ادى لعيبه الزمالك نكله غرامه، عشان تعرفوا ان الكلب مكيالين. وبالمناسبه هو الموضوع مش في الدوري الممتاز بس، الموضوع وصل الدرجه الثانيه كمان.
السكة الحديد النهارده في المركز الأول. اتفرجوا السكة الحديد في المركز الأول ازاي كل مباراة للسكة الحديد مجاملة لكامل بالوزير فيها جناية، فيها ظلم الفرق اللي قدام منه. فاكرين مباراة الترسانة والسكة الحديد اللي الحكم اتضرب فيها؟ كانت السكة الحديد برضه. السكة الحديد اللي بقدرة قادر بقت في المركز الأول بعد 5 6 سنين قبل كده، من ساعة ما هبطت وهي بتنافس على البقاء في الدرجة الثانية. فجأة بقت مركز أول وهتنافس للصعود في مجموعة فيها دجلة، مجموعة فيها الإنتاج الحربي، مجموعة فيها إستر كومباني، مجموعة فيها فرق ليها تاريخ. مش قادر أفهم بصراحة إيه اللي بيحصل في المنظومة الرياضية. إبراهيم نور الدين كان مدير الكرة في السكة الحديد، لما كشف الأمر غيروه. أنا مش عارف كامل بيه أنت واخد الرياضة ورايح بيها على فين؟ هو عشان حضرتك وزير النقل السكة هيصعب بالعافية؟ كل مباريات السكة الحديد قدام الفرق التانية في الدرجة التانية في ظلم بيقع فيها على الفرق التانية. يعني يا جماعة عشان تبقوا فاهمين إن الفساد مش في الدوري الممتاز بس، الفساد وصل للدرجة التانية كمان، بل أكتر من كده. الرابطة بتكيل بمكيالين. أحمد دياب رئيس الرابطة ورئيس نادي فيوتشر ده بقى شكله بيراميدز جديد. كل العقوبات ضد النادي الأهلي، ما بيشوفش أي حاجة ضد نادي الزمالك. عايزين ننتبه للرابطة ولأحمد دياب شوية عشان الموضوع زاد عن حده. طيب في إيه تاني يا جماعة؟ كان طلع كده من فترة استفتاءات. الاستفتاءات اللي النادي الأهلي أي حد ناجي أو لعيب بيخطط 90% فيه. ده مضايق ناس كتير قوي. فطلعوا اقترحوا قالوا إيه؟ يا جماعة إحنا عايزين نخلي الاستفتاء للنقاد. لا، طول عمر الكورة للجمهور مش للنقاد. الجمهور هو اللي يقول مين كويس مين وحش. حتى دي كمان عايزين تجيبوا 10 نقاد ليهم انتماءات معروفة عشان تلعبوا فيها. ما هو في الفساد اللي احنا فيه ده هتعمل ايه؟ هتروح تجيب لي 10 نقاد، 5 زملكاوية، 2 اسماعيلاوية، 1 فيوتشر، 1 بيراميدز، يعني وتوجهوه. لا، الاستفتاء الحقيقي والنتيجة الحقيقية للجمهور مش ليكوا انتوا. وجعاكوا قوي ان الاهلي بيتخطى كل الاستفتاءات. ما دي حقيقة. ما انا بقول 80% من الشعب المصري وقد يكون اكتر كمان اهلاوي. انتوا بتحاربوا شعب. وبعدين هي مش هتدوم كده. اصل هو ربنا كبير اسمه العدل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مش هتدوم، صدقوني مش هتدوم. فلازم يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، بس انا عندي غصه. يعني انا بحاول احافظ على الفاظي، مش عايز اغلط، بس انا شايف الوضع فساد باين، انحياز باين، تحدي صارخ. يطلع حكم يكيد في جمهور، ينزل له بوست يقول له اسماعيليه ما بيجيبش رجاله. مفيش حد بيحاسب حد، والرابطه مش شايفه غير جمهور الاهلي ولعيبه الاهلي، وعقوبه 20,000 جنيه على النادي، و20,000 جنيه بسبب الجماهير. وهو جمهور المصري قاعد سب صالح سليم طول المباراه. ليه كده؟ هتودوا البلد فين؟ يا جماعه البطولات مش عافيه. انك تبقى بطل دي مش عافيه، مش سرقه. ما ينفعش تتسرق. في احصائيه عملتها قناه النادي الاهلي عجبتني قوي. بيقول لك النادي الاهلي من 2005 لاعب الزمالك 52 ماتش. الاهلي كسب 30 مباراه وتعادل 17، والزمالك كسب 6. يعني الزمالك ما عرفش يكسب الاهلي في 52 مباراه 47 مباراه. فين المنافسه اللي بتتكلموا عنها؟ استفتاء اللي عايزين تعملوه.
منافسه ايه؟ منافسه بالعافيه. والله ده ما ينفعش تلاقيه منافس. منافس ايه ده اللي لعبني 52 مره، في 47 مره ما عرفش يكسبني. هي فين المنافسه؟ لكن في رياء، في تدليس، في غش، في تزوير، في اتحاد كره منبطح على وشه، في ناس بتخاف من مرتضى منصور، في الكلام ده كله. في فساد في المنظومه الرياضيه، منظومه باظت. حلها اتحاد الكره ده يمشي والوزير ده يتشال، وكامل بياخد تعليمات بعد ما تدخل في الرياضه. زملكاوي في البيت يا باشا، مالكش دعوه بالمنظومه الرياضيه في مصر. ده انتوا لو طولتوا تخلي الاهلي ما يروحش كاس العالم، مش هيروح كاس العالم، مش هتبعتوه يا فسده. نقطة أخيرة بقى عايز أتكلم فيها، نفسية كوميدية أوي. ميدو الإعلامي وميدو المدرب. ميدو كان بيلاعب المقاولين العرب الظهر، بالليل طلع كإعلامي بيحلل أداء الإسماعيلي وبيحلل المدرب عمل إيه، وبننتقد التحكيم والإسماعيلي ليه. هو إيه ده؟ إيه اللي إحنا فيه ده؟ إيه ده؟ هو إيه العك ده؟ إيه العك ده؟ مدرب بيطلع ياخد مساحة يقول هو اللي هو عايزه على فريقه واللي هو عايزه على التحكيم تحت اسم ان هو في البرنامج. وشاد عبد الحفيظ لما بيطلع في تصريح قد كده بياخد عقوبة ايقاف. ايه العكة والقرف ده؟ لازم ننضف وهننضف. واشوفكم على خير وتصبحوا على خير يا اهلاويه.